الأول موقف شوي قصير. هؤلاء اللي تركوا ديارهم، تركوا أوطانهم إلى أوروبا غير مغصوبين. الإزيدي غصب راح، الإزيدي خاف من الإبادة وذهب، المسيحي أيضا في شيء من الخوف. بس اللي غيرهم اللي يطلع من الوطن عندما يكون وطن في حاجته هو خائن بكل المقاييس قولا واحدا. هذا الأمر نحن إما أصحاب وطن وإما حنا مستأجرين في الوطن أو مستأجرين. أما من يكون صاحب وطن عليه أن يثبت في الوطن حتى يقطع رأسه 1000 مرة. أما أولئك اللي خايفين على أطفالهم وكثير من المغادرين، وهي رسالة أرجو أن تصل للموجودين في أوروبا، راحوا كمرتزقة ليس لاجئين، هم هاربين بالمعنى الحقيقي. والسلام عليكم. كيف بالشخصيات لو سجابة بلا كلام. اليوم